ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. بص يا حبايبي، ان شاء الله النهاردة هنعمل سينابول الجلاش. طيب عشان نعمل الوصفة هنحتاج للفة من الجلاش. هفردها اهو. ده لفة من الجلاش نص كيلو. تمام. هفردها بالشكل ده. وهحتاج الصينية دهنها فرشة من السمنة. هناخد ورقة من الولاش، هنفردها في قاع الصينية. تمام. عشان لما نحط عليها سينابل الجلاش ليه انا عملت الخطوة دي؟ عشان هحشي الجلاش بتاعي سكر وقرفة، ما يقعش على الصينية وتحروق في الفرن، طلع دخنة وكده. طيب هنا ادي نرجع للفة الجلاش بتاعتنا. دي سمنة سايحة. تمام. سمنة سايحة ماشي، سمنة على زيت ماشي، زبدة على زيت، اللي متوفر عندك، المادة الدهنية اللي متوفرة عندك حطيها. هدهن فرشة من السمنة على وهاخد ورقتين جلاش. تمام. هدهن فرشة من السمنة كده على ورقتين من الجلاش. طيب هنحشيه ايه؟ دي معلقتين من القرفة، عليهم معلقة من الكاكاو الخام، عليهم معلقتين من السكر. وطبعا على حسب حبك للقرفة والكاكاو حطي المقدار اللي يريحك اهو. هنقلب كل الخليط ده مع بعض، وهنرشش كده على ال ورقة الجلاش اللي دهناها بالسمنة اهو. نرشش كده اهو بالشكل ده. اهم حاجه بالله عليكم، الكل اللي مش مشترك في القناه ياريت يشترك في القناه ودعوه حلوه كده منكم في الكومنتات، ولكم بالمثل ان شاء الله. اهو هاخد ورقتين او 3 ورقات. تمام. وهنلفها رول اهو بالشكل ده. هنلف رول كده اهو. هنرول ورقة الجلاش بتاعتنا وهنقطعها دواير على قد 3 صوابع. تمام اهو. عايز اقيس بايدي كده 3 صوابع واقطع على اساس 3 صوابع. تمام اهو بالشكل ده. وهنوقفها في الصينية اهو كده. انا بقولكوا ليه ان حطيت ورقة الجلاش من في قاع الصينية، عشان لو نزلت سكر او قرفة او كاكاو ما يحرقش الصينية زي ما اتفقنا في اول الفيديو اهو. هعمل كل الكمية، ادي عملت كل الكمية اللي معانا. طبعا كنت مولعة الفرن من قبليها ودخلت الجلاش بتاعنا الفرن. تمام. طيب هنا اول ما الجلاش يطلع هنسقيه بايه؟ هنسقيه ب بالكراميل. طيب عشان نجهز الكراميل هنحتاج ليه كوبايتين من اللبن، وهنزل عليها بباكت من الكراميل. تمام. هنا انا زودت معلقتين من السكر. عايزه تزوديهم زوديهم، مش عايزه تزوديهم اكتفي بالسكر اللي في الكراميل. يبقى كده تمام خالص اهو. كل ده انا بقلب على البارد وبعدين هشغل البوتاجاز. هنفضل نقلب في الكراميل، مش هسيبه على البوتاجاز كده، لازم نقلب فيه تقليب مستمر.
اهو كده تمام خالص. وهنا كان معايا الجلاش استوى، الجلاش طلع من الفرن، وهنزل عليه بالسقية اللي احنا عملناها له دي اللي هي بالكراميل اهو. هنزل بيها كده في الصينية، نسقي بيها الجلاش بتاعنا، كان طعمه روعة. جربوه ان شاء الله هتعجبكم. هننزل بكل الخليط بتاع الكراميل اللي احنا عملناه اهو. والجلاش هيشرب كل الكراميل ده دلوقتي. ده الكيس اللي بيجي مع الباكت بتاع الكريم كراميل. هنعمل خطوط كده رايح جاي بيها للشكل مش اكتر يعني، اهو نعمل خطوط رايح جاي كده اهو. للي حابب يعمل يحط عليها كيس الكراميل ده، مش حابب خلاص اهو. ادي قطعة الجلاش اللي هي على شكل السينابول بتاعنا، كان طعمها خطير. هي كانت هنا لسه سخنة برضو اهو، طعمها خطير ان شاء الله. جربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم. مع السلامة حبايبي، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.